السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد إجراء مباريات اليوم من الدوري التونسي إليكم أبرز النتائج: الأولمبي الباجي الملعب التونسي بدون أهداف، الجرجيسي يهزم اتحاد الطاوين بثلاث أهداف مقابل الشيء، الصفاقسي النجم التلولي تعادل إيجابي هدف في كل شباك، والنجم الساحلي يهزم شبيبة عمران بأربعة مقابل واحد. المنستيري متصدرا مناصفة مع الترجي، النجم الساحلي ثالثا ب 54 نقطة، ثم الإفريقي رابعا ب 53 نقطة. صراع رباعي من أجل الصدارة من أجل اللقب: المنستيري، الترجي، النجم الساحلي والإفريقي. الجرجيسي خامسا 50 نقطة، الملعب التونسي سادسا 45 نقطة، الصفاقسي سابعا ب 38 نقطة، ثم نجم التلوي في المركز الثامن ب 36 نقطة. تاسعا يتواجد البنزرتي مناصفة مع الأولمبي الباجي ب 29 نقطة لكل فريق، مستقبل سليمان في المركز الحادي عشر ب 26 نقطة، يلي شبيبة العمران ب 22 نقطة. في المركز الثالث عشر لدينا اتحاد بن قردان مناصفة مع الرياضي بقابس ب 21 نقطة لكل فريق. في المركز الأخير قوافل قفصة مناصفة مع اتحاد الطوين ب 18 نقطة مع مباراتين ناقصتين لقوافل قفصة. هداف الدوري التونسي فراس شواط لاعب النجم الساحلي ب 14 هدف، يلي حازم مستوري لاعب المنستيري ب 13 هدف، ثم يوسف سنانة لاعب الجرجيسي ب 11 هدفا.